قررت بقى النهاردة ان انا اخرج ومعيش الا 120 جنيه بس. قضيت يوم جامد جدا في روكسي. دخلت سينما وكلت وشربت وظبطت حالي جدا. تعالوا بقى ان انا اقول لكم نعمل ايه بال120 جنيه دول. يلا بينا، يلا بينا. أنا وأنت حالة خاصة جدا، حالة مش موجودة فعلا، وما فيش في حياتنا أصلا يا حبيبي عذاب. وأنت جنبي حاسة إني طفلة، وحياتي يا حبيبي حفلة. بعد ما وصلت روكسي قدام حرية مول قررت ان ادخل سينما. خش سينما نورماندي. سعر التذكرة هناك بكام؟ سعرها رخيص جدا، التيكت رخيص جدا. دخلت فيلم تاج، فيلم حلو جدا وروعة وعجبني. سعر التيكت 35 جنيه لأنها سينما صيفي. الجو كان فيها حلو قوي قوي، كان مزاج كده. بس كان فاضل ساعتين على السينما. قررنا نروح ناكل من قلعة الشام قدام حرية مول. الساندوتش ده ب45 جنيه ورخيص جدا. هي بقى قررت بعد ما ناكل انها تشرب حاجة. انا قلت لها لا، انا عايزة اكل حاجة حلوة. فرحت عند فنجان شاي، طلبت ايه؟ ليمون بالنعناع ب25 جنيه. شربت هي ليمون بالنعناع. قلت لها لا، انا عايزه اكل حاجه حلوه. قالت لي طب خلاص تيجي يلا بعد السينما. قلت لها يلا بينا. بعد كده جه ايه بقى؟ ميعاد السينما بتاعتنا، وقررنا ان احنا نروح السينما. دخلنا وبجد يعني عايز اقول لكم الناس كلها جوه كانت محترمه. يعني سمعت واحد يقول ايه يا جماعه، يعني طب البنات تيجي على الجنب، احنا عايزين نعدي عشان يعني بلاش مشاكل الكلام ده. فعجبني يعني. فايه دخلنا بقى السينما جوه. بس بجد الفيلم روعة. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل بعد كده. دي شكل يا جماعة السينما الصيفي لما دخلنا. دي شكل السينما الصيفي. اي نعم هي الكراسي مش قد كده، بس عايزه اقولكوا حلوة قوي. مزاج تاني عكس السينمات المغطية. انا عجبني جدا منظر الازازة معاها الورد. فيلم خلص قررنا نروح ناكل كنافة وبسبوسة. دي اسمها مدلعة. الربع كيلو ب20 جنيه. ايه رأيكم؟ ختمه مسك. واليوم بتاعنا خلص وكان ايه؟ ب120 جنيه. احسبوها بقى. كلت وشربت ودخلت سينما ب120 جنيه. دي بقى ارخص خروجة ممكن تخرجها. 120 جنيه. اكلت ب45، دخلت السينما ب35، جبت المدلعة ب20، او لو شربت عصير مكانها ب25 غير مواصلاتك. يعني كلت ودخلت السينما انا وهي، وشربنا واتدلعنا. كل خروجة واحنا طيب.